صرحت ام بيسان اسماعيل انه اغنية بيسان مثل الاميرة في وراها سر، وانه اغنية بيسان ما كانت مثل ما سمعناه وانه عدلوا فيها باخر مقطع. ووضحت ام بيسان انه عدلوا فيها باخر مقطع لانه صار في عندهم تحديث، والتحديث كلنا بنعرفه انفصال محمود على بيسان اسماعيل. وحتى بيسان كمان حاولت توصل باكثر من لقاء انه الاغنية كانت مكتوبة لما كانت مرتبطة مع محمود ماهر، وكلنا بنشهد انه محمود فعلا كان عم يعامل بيسان مثل الاميرة، طبعا قبل ما يجنوا بيسان وإما ويطردوا محمود ويعملوا حالهم انه محمود ظلمهم. وعدلوا باخر مقطع بالاغنية حالي انه يعني محمود تركها لحالها. ومن جهة تانية الكل عم يتمسخر على نارين عمارة لما نزلت قصة الأرنب البايخة اللي ما حدا صدقها، وأكتر صاروا يحكوا شو هالتفاهة وشو هالكذب اللي مو ناويين توقفوه. ومن بعد ما أعلنت نارين على البراند تبعها أكتر صاروا يحكوا إنه استوعبوا ليش نارين تزوجت من مسيحي، إن يعني تنازلت وتزوجت بمسيحي لحتى يحقق لها أحلامها وبعدين رح ينفصلوا. أما محمود فمن بعد نزول أغنية بيسان إسماعيل مثل الأميرة نزل ستوري وهو أكيد عم يسمع بأغاني للشامي، والكل أكيد فهم إنه محمود عم يوصل لبيسان إنه عم يدعم الشامي جاكارا فيها ولأنه فنان مميز. أما هلا أكيد لا تنسوا لايك واشتراك، باي باي.